اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن تمرين بسيط جدا لكنه فعال بشكل كبير. التمرين ده هو نط الحبل. وصدقوني لو انتوا هدفكم انتوا تخسروا وزن بسرعه او تحسنوا لياقتكم او هدفكم انتوا تقووا على العضلات، فالحل ممكن ما يكونش في جيم او تمارير او اجهزه غاليه. الحل ممكن يكون في حاجه واحده بس اللي هو الحبل. وانا في الفيديو ده هقول لكم ايه هي فوائد نط الحبل وليه لازم تضيفوه روتينكم اليومي. يلا نبدا. اول فايده من فوائد نط الحبل ان هو بيحرق سعرات حراريه اسرع من الجري. عارفين ان نط الحبل لمده 15 دقيقه ممكن يحرق اكتر من 150 سعر حراري؟ ده تقريبا زي الجري لمده 30 دقيقه، وكمان نتيجته بتبان بسرعه. انا حاجه ان هو بيشد الجسم كله. طب ان نط الحبل مش بس بيحرق دهون، لا ده كمان بيشد الجسم كله زي الارداف والدراع والبطن. ولو انت بتدوري على تمرين يكون بيشد الجسم كله ومن غير اي ترهلات، فالحل المناسب الحبل. 3. ان هو بيقوي عضلات القلب وبيحسن التنفس. كل ما بتنط اكتر كل ما قلبك ورئتك بيشتغلوا اكتر او بكفاءه عاليه، فده معناه ان انت نفسك هيتحسن وكمان لياقتك هتحسن، وده هتلاحظيه في حياتك اليوميه. 4. انه سهل وبسيط، ممكن يتعمل في اي مكان، مش محتاجه تروحي جيم ولا تشتري اي معدات غاليه ولا اي حاجه، مش محتاجه غير بس حبل ومكان صغير في البيت على طول تبدا على طول. عندنا قصه مهمه قوي برضو، ازاي نختار الحبل المناسب لينا عشان التمرين يكون اسهل ويكون امتع ويكون ما يكونش فيه اي عطلة او اي حاجة تعوق اللي احنا بنعمله. فاحنا عندنا اختيار الحبل او في مقاس الحبل احنا بنجيبه على اساس ان احنا طولنا، على اساس مسكتنا، كل ده. اول حاجة احنا بنقيس الحبل ازاي. اول حاجة قبل ما ابدا في حاجة برضو في نوع من الحبل اللي هو الحبل الخفيف. معظمنا اعتقد عارف الحبل الخفيف. وفي الحبل اللي هو بيكون تقيل شوية، اللي هو بيكون ده الناس اللي هي اعلى شويه من اللي هو بيكون مش مبتدئين قوي، يعني في فتره بيلعبوا فيها حبل. ده بيكون ناس بتقوي عضلاتها. ان لو انت مبتدئه فانت جيبي الحبل الخفيف. ازاي بقى نختار الحبل اللي هو بتاعنا اللي بيكون مناسب لطولنا وكده؟ انت بتجيبي الحبل بتقفي عليه من تحت. انا هحط لكم فيديو هنا برضو عشان يكون اوضح. بتقفي عليه برجلك من نص الحبل، نص الحبل بالظبط، وتشد الطرفين بتوع الحبل ولحد ما يوصل بالظبط عند صدرك. لا يكون طويل قوي ولا يكون قصير قوي. الزياده انت يا اما بتقصيها يا اما وتسيبي حته صغيره تربطيها عشان ما يكونش في اي عضله تعطلك خالص عن الحركه. يعني تقصي الحته الزياده ما تسيبيهاش عشان ما يكونش فيه وانت بتلعبي ما يكونش فيه اي حاجه او يكون في خيال او اي حاجه، ويكون سهل. اخيرا وليس اخيرا، ازاي ننط الحبل بطريقه صح. اللي هو من النط الحبل بطريقه صح ده بتيجي اخطاء كتيره جدا، تحس الناس فيها الناس اللي بيعملوها بتحسوا فيها ان هي ملل وصعبه وارهاق كبير عليهم. ازاي بقى ننط الحبل بشكل صح بتلاقوا بيحس يكون ممتع ومفيش اي ارهاق ولا في اي تعب ولا اي حاجه تتعبكم. اول حاجه ان احنا نقف بشكل مستقيم يكون صح. النظر بتاعكم يكون عند رجليكم، يكون ركابكم ما تكونش مشدوده، اللي هي الشده تكون مشدوده قوي، لا تكون عاديه مرنه عاديه خالص. ما تكونش كانك مش بتعملي نط حواليك، كانك بتنط عادي، تعملي جنبات لفوق اي حاجه. مش رجلك مشدوده. يكون نط الحبل بتاعك مش عاليه اوفر، لا هو يدوبك بس الحبل ينط يعدي من تحت رجلك حرفيا بس. ما تنطيش اللي هو عاليه قوي. انا هحط لكم نماذج هنا كتير عشان نعرف نتعلم منها. تكون نط خفيفه خالص يا دوبك بس حرفيا الحبل يعدي منها كده. يعني رجل اهي الحبل ينط كده حرفيا، مش تعملي مش تعملي مش تخلي رجلك عاليه اكتر من الحبل. وصله. تاني حاجه او يعني مش هعد. وانت بتحركي الحبل حاول ما يكونش الحبل ما تلفيش الحبل من كتفك. لازم يكون وانت بتعملي حبل من معصمك كده. تمام، يكون ده اللي بيتحرك، ده اللي بيحرك الحبل، مش كتفك اللي بيحرك الحبل. ده مهم جدا عشان اصابه كتفك او تكون التمرين سهل، ويكون الحبل قريب من جسمك مش بعيد عن جسمك. يعني يكون قريب، يعني يكون جنب جسمك بالظبط، جنب جسمك بالظبط، ما يكونش بعيد او بالطريقه دي كده، لا اهو جنب جسم مش بعيد عن جسم. تمام. اخيرا يعني اعتقد اللي هو ما تكون وانت بتنطي ما تنزليش على كعب رجلك، دي اهم نصيحه. ما تنزليش على كعب رجلك، تنزلي على مشط رجلك عشان الموضوع يكون مريح بالنسبه لك وما يحصلش اي اصابه. اخيرا يعني ابدأي ما تبداش بسرعه قوي عشان ما تتعبيش، ابدأي ببطء. اما تحسي ان نفسك اتحسنتي فزودي السرعه، وكمان بعد ما تزودي السرعه وتحسي نفسك احسن اكتر ممكن تتعلمي حركات تانية جديده في نط الحبل.
وبس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، حتى استفدتوا لو حتى معلومه صغيره قد كده. وبس كده والله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تنزلوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. عايزين نوصل لعدد بقى اكتر. وبس كده. باي.